عاجل وردنا الآن خبر صادم لكل الشعب الجزائري، فكما توقع خبراء السياسة ومسؤولين الأحزاب ببراءة العصابة وخروجهم من السجن، ها هي العدالة الجزائرية تفعل ذلك اليوم. فقد نطق مجلس الاستئناف ظهر السبت بالمحكمة العسكرية بالبليدة ببراءة كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والجنرالين توفيق وترتاق، وكذلك الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون في قضية التآمر على الجيش والدولة، وإطلاق سراح الجميع خلال الساعات القادمة. وجاء إعادة فتح القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها لتتم إحالة القضية مجددا على المحكمة العسكرية بالبليدة، ولكن بتشكيلة جديدة تثبت براءة المتهمين من القضايا المنسوبة إليهم. وحضر عن كل متهم في القضية محام واحد فقط، أي ما يؤكد نية المحكمة في النطق بالبراءة مسبقا، الأمر الذي أثار موجة غضب شديد داخل الشارع الجزائري، وقد يدفع ذلك الحكم إلى عودة الحراك الشعبي مرة أخرى. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.